عيد الام كان تاني يوم عيد الفطر. كل سنه وكل ام في الدنيا طيبه، وربنا يرحم كل ام ميته يا رب. فانا من وقتها وانا قافشه على ولادي شويه عشان محدش فيهم لا جاب لي هديه، ولا قال لي كل سنه وانت طيبه يا ماما، ولا حتى فكر ينزل لي بوست مثلا على الفيس او يعمل لي ستيت على الواتساب ولا اي حاجه. ما يعني هو اتعاملوا مع الموضوع كانه مش موجود اصلا. فانا قفشت عليهم جدا، اللي هو انا محدش جاب لي حاجه وكده. ليه بقفش عشان ده الصح. احنا زمان واحنا في اعمارهم كان الموضوع ده عندنا مهم. كنا بنحوش من مصروفنا عشان خاطر نجيب هديه لماما في عيد الام، كان شيء اساسي عندنا. ما كناش زي الجيل دلوقتي هو معاه فلوس، هو كده كده واخد عيديه وقبلها بياخد مصروف، يعني هو اوريدي معاه فلوس. دي حاجه. تاني حاجه، هو يصرف الفلوس في ايه؟ هيجيب بيها حاجات حلوه، هيجيب بيها لعب، هيروح بيها بلاي ستيشن. لازم يبقى انا ليا اولويه في النص. حته بقى الامهات بتاعتنا زمان اللي هو ايه، لا يا حبيبي انا مش عايز اي حاجه، وانت عندي بالدنيا وانتوا هديتي. هو كلام كله حلو، بس هما مش هيفهموا ده. فانا شايفه، لا انا شايفه ان احنا لازم نقفش على اولادنا. من وجهه نظري الشخصيه، تعجبك او ما تعجبكيش انت حره، بس دي وجهه نظري الشخصيه، نقفش على اولادنا عشان خاطر يعرفوا ان دي نبقى لينا اولويه في حياتهم، زي ما حاجات تانية كتير ليهم اولويه في حياتهم. لو حد من اصحابه عيد ميلاده هيبقى مهتم جدا انه يحوش نجيب له هديه في عيد ميلاده. فليه ما يحوش عشان عيد ام؟ ليه ما يحوش عشان عيد ميلادي؟ ليه ما يحوش عشان عيد ميلاد باباه؟ لازم يبقى لينا اولويه. وهيجي يوم عليهم كده كده هيكبروا وهيبقوا رجاله وهيشيلوا مسؤوليات اكبر، يعني كبيره عن دلوقتي بكتير. تمام، ساعتها حتى لو نسيوا، مش يعني انا بالنسبه لي انا ساعتها مش هدقق، اللي هو لا هبقى عارفه وعذره لان عندهم مسؤوليات كبيره. لكن دلوقتي عايشين معايا في نفس البيت، ما عندهمش مسؤوليات، ما عندهمش اي حاجه، ليه انا ما اتحطش في الحسبان؟ المهم قفشت عليهم. فابني الوسطاني فاجئني النهارده، وجاب لي هديه. النهارده التلات، امبارح كان تالت يوم العيد، النهارده التلات. تمام. النهارده خامس يوم العيد، امبارح كان الاتنين، كان رابع يوم الاحد كان تالت يوم. فابني الوسطاني فاجئني النهارده وجاب لي هديه وقال لي ايه، جاي النهارده عمل لي سربرايز كده ودخل ماما انا جبت لك هديه. بس انا للاسف يعني كان رد فعلي، آه انا بعد كده اتضايقت بصراحه. انا من ضمن الحاجات امبارح هم عاملين طب انت عايزه ايه، طب انت يا ماما محتاجه ايه، كده بيحاولوا يرضوني. قلت لهم لا انا مش هقول انا محتاجه ايه ولا عايزه ايه، انا محتاجه حاجات كتير. انا باسكت الغسيل اللي بحط فيه الغسيل عشان انشره مكسور، انا محتاجه هاند بلندر عشان مش عارف ايه. يعني قلت لهم كام اختيار يعني عشان اسهلها برضو عليهم عشان ما يفضلوش يحتسوا يعني. فابني النهارده الوسطاني لقيته داخل جايب لي حاجه، فاول ما دخل بص استنى هوريكم جايب لي ايه. جاب لي الباسكت ده اهو، جابهولي. فانا اول ما دخل عليا وبيقول لي ماما سربرايز كل سنه وأنت طيبه، فانا رحت مزعقه جامد وقلت له مش ده اللي انا عايزاه. انا عايزه ده اللي بيتحط فيه الهدوم اللي هي مش نظيفه بتتحط كده على جنب، لكن انا عايزه اللي بلم فيه الهدوم ومن على الحبل او بنشر منه الهدوم. فراح بص لي كده قال لي ايه، هو الراجل قال لي ده ينفع كل حاجه. هو نزل بيقول للراجل، فالراجل قال له الباسكت ده وده ينفع كل حاجه. فقلت له خلاص ماشي. فجي بعد كده يعني خلاص الموضوع عدى، لقيته بعديها بشويه تقول لي ماما على فكره انا كنت داخله افرحك واقول لك كل سنه وأنت طيبه، فانت حتى ما قلتليش شكرا. فانا من مكاني هذا يا عمر حبيبي ربنا يخليك ليا وما تحرمش منك، وشكرا على الهديه الحلوه. تمام، هو هيشوف الفيديو. وكفايه انك فكرت فيا وجبت، مش شرط تجيب لي حاجه اللي انا عايزاها بالظبط، بس كفايه انت فكرت فيا. بس انا مش عارفه ساعتها بقى كنت لسه قايمه من النوم وكنت مصدعه وعندي برد، اصلا البرد مبهدلني. انا حتى واضح على صوتي وعلى ان انا مزكمه. فربنا يخليك ليا يا حبيبي ما تحرمش منك ابدا، وعقبال ما الباقيين يحس على دمهم. بس كده.